عمري ما هنسى الطريقة اللي دكتور التحاليل عاملني بيها أول ما عرف إني مريض إيدز. بصلي بنظرة غريبة كلها خوف واشمئزاز وقال لي جملة عمري ما هنساها: اللي زيك عايشين ليه أصلا؟ طبعا خرجت من عنده وأنا في قمة انهياري. قلت أروح للدكتور اللي بيعالجني واللي طلب مني التحاليل يمكن يفهمني إيه اللي بيحصل. أول ما شاف التحاليل وعرف إني مريض إيدز قال لي امشي اخرج من عيادتي ومعدتش تيجي هنا تاني. مريض الايدز مش بيموت بسبب المرض، بيموت بسبب الوصمة المجتمعية. الوصمة المجتمعية اللي بتلحقه في اي مكان، ده راجل مش تمام، الفيروس ده انتقله عن طريق حاجة مش تمام، وده بسبب فهمنا الغلط. الوصمة المجتمعية دي اللي بتسبب له مشاكل نفسية كتير قوي، زي اكتئاب ووحدة وممكن توصل للانتحار. الوصمة المجتمعية دي اللي بتخليه يعيش في خوف كبير ان حد يعرف ان هو مصاب، اللي ممكن الحد ده اصلا يساعده انه يتعالج. الوصمة المجتمعية اللي هتأخر عنه العلاج، الوصمة المجتمعية اللي هتخلي المرض ينتشر بصورة كبيرة، لأن الناس فاهمة المرض غلط، فاهمة إن فيروس ال HIV بيتنقل بس عن طريق جنسيا، وده غلط تماما. طفل اتولد وبعد التحليل اكتشفوا إن عنده HIV. هل الطفل ده لحق يعمل حاجة أصلا؟ لحق يعمل حاجة غلط؟ الطفل ده لسوء حظه اتولد لأم مصابة بال HIV فاتنقل له عن طريق الولادة. الطفل ده عدى ساعة الولادة. الفيروس برضه بيتنقل عن طريق الرضاعة. الطفل ده ممكن يتصاب فيه. هل الطفل ده ليه ذنب في حاجة؟ لا، مجرد ان الفيروس اتنقل من ليه، هو ما عملش اي حاجه. الناس فاكره ان هو جنسيا بس. كمان دكتور محترم واخلاق والناس تشهد له بكل حاجه اتعامل مع مريض HIV على انه مريض، ملوش دعوه هو انتقل له ازاي او منين، هو اتعامل معاه لانه مريض بس. وبالغلط كده اتشك بابره من حقنه ويتنقل له فيروس ال HIV. الناس هتقول ده كان دكتور وكان بيعالجه؟ لا، الناس هتقول الدكتور ده مش تمام. عشان كده دكاترة كتير بتبعد انها تتعامل مع مريض HIV، لانها خايفة انها تتصاب، لانها عارفة ان الناس هتبص للدكتور ده على انه مش تمام، على انه عمل حاجة غلط، مش انه كان بيعالج مريض ال HIV هو مجرد مريض، ما ينفعش نحمله حاجات ملناش دعوه بيها، لان مرض ال HIV مش بس بينتقل جنسيا، ده بيتنقل عن طريق الدم او عن طريق الولاده او حتى عن طريق الرضاعه. ملناش اننا نحكم على مريض HIV بالوصمه المجتمعيه، لينا ان ده مريض بس. لازم نفهم المرض صح عشان نقلل من انتشاره. واشوفكم في السلسله الجايه.